يلا تعالوا معي راح نعمل الكبة التركية. هاي الكبة التركية، هاي كبة نية بدون لحمة. هذه يقول لك كبة نية بدون لحمة. هاي للصيام كتير حلوة، ونفس الوقت طيبة كمان. راح نعملها بهذه الطريقة، وراح نعملها كمان بطريقة تانية. هلا راح تشوفوا كمان. شوفوا هاي الطريقة التانية على الخبز. عندي خبز تورتيلا او خبز حلبي، اي خبز عندكم تقدروا تفرشوا عليها وتحطوا لكم هيك شوية سلطة. هلا راح نشوف. نحط كمان شوية سلطة، ونحط له هيك رشة حامض تعطيها هيك لذة غير الشكل. نحط لها شوية حامض كمان، ويا عيني، وهاي حامض كمان. طعم بتجنن. هلا نلفها ونقدمها بالصحن كمان. نقدر نقسمها بالنص، نقدر نقسمها شقف صغار مثل ما انتم تحبوا يعني. وفيكن تاكلوه كمان هيك. كمان هاي واحدة تانية، شوفوا يا عيني. هاي للصيام الروعة. كمان أعطيها الليمون الحامض صار تمنى ينقط مي يعني. ما نعرف ايش اقولكن يعني. فعلا طعمها طيب ولذيذ. هاي هي شكلها بعد ما خلصتها. صحتين على قلبكن، ويلا نبلش نعمل. عنا كاستين كبار برغل. برغل ناعم، برغل الكبة نفسها. كمان نحط لها مي مغلية. نحط لها نحط لها شي كاستين. هلا نحط لها شوية ملح أولا. كمان نحط لها كاستين مغليين مي. كاستين إلا يعني، مو كاستين كاملين يعني، كاسة ونص تقريبا مغليين. نضيف لها شي كاسة ونص مغلي، مي مغلي. نخلطن هيك شوي ونسكر عليهن ونتركن لمدة نص ساعة ساعة ما تفرق، لبين ما نجهز مكوناتها. وهدول بدها وقت، ونخليها لبين هي على البخار. هي هلا الحبة راح تفتح معانا كتير كويس. راح نشتغل فيها على البارد مو على الحار. هلا هيك نحطها. شوف البخار شلون تطلع. هلا اول شي عنا بصلة صغيرة. نحطها بالفرامة ونفرمها. بعد ما فرمناها، كمان عنا حبة بندورة قطعناها كمان. وكمان عنا بابريكا، توم. هاي عنا حبة توم كمان، ما نكتر توم، حبة توم. طبعا اللي ما يحب البصل كتير كمان يقدر يطلع البصل يعصره ويرجع يحطه كمان يفرمه. كمان عنا حبة بابريكا، فلفل أحمر. هلا نضربن مع بعض كتير كويس. نضربن مع بعض كتير كويس بحيث انه ما يعني تصير مثل المية معنا. هلا بعد ما ضربناهم كتير كويس مع بعض، هلا راح نفضيها كلها هون ونحط كل المكونات مع بعض. أول شي نحط معلقة كبيرة بابريكا أو فلفلة حادة. طبعا هاي بدها حد وهاي كمان حد، وأنا ضفتها معلقة كبيرة كمان حد. وشوية كمون، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة فلفل أسود. وكمان معلقة كبيرة دبس رمان، ومعلقة كبيرة دبس بندورة. وكمان راح نضيف لها كمان زيت زيت زيتون تقريبا ربع كاسة. وربع كاسة كمان دبس رمان اللي تعطيها الطعم الحلوة. وطبعا هون نسينا شغلة، لا هون لازم نحط لها كمان في شغلة تانية، احذروا معي. هو السماق. حط لها معلقة كبيرة سماق أو معلقة صغيرة على حسب ما أنتم تحبوا. هي تحطوها معلقة كبيرة كمان تستحمل. هلا نحركن كتير كويس مع بعض. نحركن كتير كويس عشان دبس الفليفلة ودبس البندورة يدوب معنا. طبعا تقدر تاكل هلا الصوص تبعه هيك يعني، طعمه كتير طيب. طعم الصوص بحد ذاته كتير طيب صاير. هلا بعد
بعد 3/4 ساعة أنا شلت الغطاء عليها. شوفوا هاي شكلها، شوفوا شلون هلا هيك ماسكة حالها، بردت معانا، صارت هلا جاهزة. كتير. طبعا هلا هيك نفردها كلها، نفردها مع بعض. طبعا مثل ما قلت لك المي تقدروا تحطوا كاسة ونص او كاستين، كاستين يعني كاستين الا ربع يعني كاسة وكاسة الا ربع مي تحطوا عليها يكفي، ما نكتر اكتر من هيك. طبعا اذا انتم تشوفوها ناشفة معكم بعدين تقدروا تضيفوها زيت، تضيفوها اي شيء تقدروا تضطروها على حسب نوعية السميد اللي تستعملوه. وفي ناس كمان، انا استعملت السميد الابيض، وفي الناس في ناس كمان تستعمل السميد البني والابيض مع بعض. طبعا هلا بعد ما خلصناها فضيناها كلها على بعض، ما راح نضربها لا بالعجانة ولا بشي، راح نحركها كلها هلا بيدينا. طبعا المعلقة ما يمشي حال نحركها كلها بمعلقة، نجي نحركها هلا بيدينا. هلا ندعكها كتير كويس مع بعض. وطبعا لسه بدها كمان شوية زيت عشان تعطي هيك لمعة وتعطي طراوة، على حسب ما نشوف. إذا بدها كمان طراوة نقدر نحط لها. أول شي نحرك كل المكونات مع بعض عشان تاخد كلها. شوفوا بلش هليك نعجنها كتير كويس، أهم شي أهم خطوة نعجنها كتير كويس. شوف بلش بعد ما عجناها بلش تمسك معنا. شوفوا. طبعا بعد ما نسويها كمان نتركها بالبراد ترتاح شي، نخليها بالبراد ساعة ساعتين. يعني نعملها قبلها بوقت ونخليها بالبراد كمان شي ساعة ساعتين، ونشتغل فيها ونقدر نقدمها ساعتها. هلا شوفوا بعد ما كانت بالبراد شوفوا نشفت معنا، مسكت حالها كتير كويس. نضيف لها شوية زيت عشان تطرى معنا ونقدر نشتغل فيها. حركة كتير كويس. شغل بدكن طري كمان تقدروا تضيفوا لها زيت، تضيفوا لها نقطة مي كمان إذا بدكن، إذا كانت ناشفة معاكن، بس هي ما راح تكون ناشفة، تكون طرية كتير. بس أنا حطيت لها زيت عشان تعطي كمان لمعة وسهولة وما تمسك الإيد. شوفوا هلا هيك صارت جاهزة. وهلا نجي نشكل فيها. هلا نجيب الصحن عنا ونشكل. شوفوا انتم تشكلوه شلون ما تحبوا تشكلوه، تقدروا تحطوه على الخبز، تقدروا تشكلوه هيك. هيك نشكلن هيك. شوفوا اللمعة تعطي غير شكل، طعمها بتجنن. كمان شكل وحدة تانية قدامكم. هل هيك صارت جاهزة، يعني ما تاكل معنا وقت وبسيطة جدا. هاي الكبة التركية بدون هبر. هاي هي شكلها. صحتين وهنا على قلوبكن. لا تنسوا دعمكن إلي على قناة اليوتيوب ليصلكن كل جديد. يا عيني على الجوز، شوفوا الجوز، شوفوا الجوز عليه، يعني هاي شغلة اختيارية الجوز طبعا. صحتين وهنا.